الرباط وبروكسل نقلة نوعية من شراكة تقليدية إلى تعاون استراتيجي متعدد الأبعاد يحمل في طياته رسائل سياسية تتجاوز الاقتصاد نحو إعادة تموضع المغرب داخل المعادلة الأوروبية. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يختصر المشهد بالتأكيد على أن الرباط شريك موثوق في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، حيث تقدم المملكة المغربية نفسها كفاعل أساسي في استقرار المنطقة عبر تعاون أمني واستخباراتي، ما يعزز مكانتها كشريك لا غنى عنه بالنسبة للعواصم الأوروبية. كما يطالب المغرب بعلاقة أكثر توازناً تقوم على احترام المصالح المشتركة وعدم اختزال الشراكة في أدوار وظيفية محددة. تصريحات بوريطة في هذا السياق تعكس توجها مغربيا نحو ترسيخ شراكة طويلة الأمد قائمة على المصالح الاستراتيجية وليس فقط التعاون الظرفي. وفي قلب هذه الشراكة تبرز ملفات الطاقة الخضراء وإدارة الهجرة غير النظامية، حيث ترى بروكسل في الرباط شريكا أساسيا لضبط الحدود وتأمين بدائل طاقوية. الشراكة المغربية الأوروبية تعزز موقع الرباط في شمال إفريقيا وعلى ضفاف المتوسط لتتجاوز الخطوات الظرفية نحو مسار يعكس تقاطع المصالح بين الطرفين في مرحلة. من الرباط ينضم إلينا رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور ميلود بالقاضي. مساء الخير وأهلا بك معنا دكتور. يتم الحديث اليوم عن شراكة غير تقليدية بين أوروبا والمغرب تتجاوز الاقتصاد وتشمل السياسة. نتحدث عن إعادة تموضع المغرب في المعادلة الأوروبية، ما الذي يعنيه ذلك فعليا؟ نعم، مساء الخير. أولا وصول المغرب إلى هذه العلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي لم يكن مفاجئا، بل هو نتيجة مسار من التعاون من الشراكات دامت لأكثر من نصف قرن. كما تعرفين سيدتي، في 1996 اتفاقية الشراكة بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي. سنة 2000 بدأ التنفيذ هذه الشراكة. 2008 منح الاتحاد الأوروبي للمغرب وضعا متقدما. هذا الوضع مثل الإطار القانوني والمؤسساتي الذي على أساسه يتم التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي. السيدة كايا كالاس الممثلة العامة للاتحاد الأوروبي في الشؤون الأمنية وأيضا الخارجية قالت 3 كلمات أساسية. أولا، المغرب بلد استراتيجي. ثانيا، المغرب هو دولة أو بلد ذو ثقة وذو مصداقية. 3 المغرب هو قريب. هذه المفاهيم الثلاثة تؤكد قناعة الاتحاد الأوروبي بضرورة ترسيخ وتقوية العلاقات المغربية الأوروبية على أكثر من صعيد. وكما تعرفين أن كل الدول الأوروبية كلها الآن تعترف أولا بمشروع الحكم الذاتي كإطار تفاوضي للحل قضية الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية. وتعرفين أن المغرب خاض حروبا ومواجهات قوية مع كل الدول الأوروبية، وفي الأخير تحولت العلاقات إلى علاقة تفاهم، علاقة تقارب، علاقة أيضا مصالح مشتركة. وكما تعرفين أن ما قالته السيدة الممثلة العامة له أبعاد جيوسياسية. إذن الاتحاد الأوروبي الآن يضع المغرب في أول الدول العربية والإفريقية والمتوسطية لترسيخ هذا التعاون الاستراتيجي على أكثر من صعيد. لبل دكتور، الرباط تفرض شروطها اليوم في هذه المعادلة، تتحدث عن عدم اختزال هذه الشراكة في أدوار
وظيفية معينة كما تفضل بوريطة، ويتحدث عن علاقة أكثر توازنا. كيف سيكون شكل هذه العلاقة الأكثر توازنا مع أوروبا؟ كما تعرفين أنه من ناحية العلاقات الدولية دائما العلاقات الدول العربية مع أوروبا سمو أو بالتعالي، ودائما أن الدول الأوروبية هي التي تفرض يعني استراتيجية العمل والمنهجية. الآن المغرب يقول الاتحاد الأوروبي أنا دولة ذات سيادة ويجب أن أتعامل بهذين المفهومين، ولنا إطار مؤسساتي وقانوني يحدد نوعية العمل. فالآن نحن أولا من الناحية السياسية ملف الصحراء طوي، الآن نذهب إلى مستويات أخرى. أولا تبادل البحث العلمي، الطاقة المتجددة، محاربة الإرهاب، المقاربة الأمنية، الاستخباراتية، ثم البنيات التحتية، خصوصا وأن المغرب مقبل على تنظيم كأس العالم سنة 2030. ومؤخرا زار وزير الرياضة الفرنسي وأكد أن فرنسا أولا والاتحاد الأوروبي ثانيا سيضع كل إمكانياته اللوجستيكية والمادية والبشرية لدعم المغرب للنجاح في هذه. طيب دكتور، هل اللقاء الدولي الرياضي هل الآن المغرب نعم دعني أسألك عن التوقيت. وضحت الصورة. توقيت هذه الشراكة وهذا السعي الأوروبي للتقارب هل له من دلالة؟ صحيح، لكل فعل سياسي ليس دلالة واحدة بل دلالات، وخصوصا أن الممثلة العامة للمغرب في هذا الوقت بالذات ليس بالبريء، خصوصا وأن الأسبوع المقبل مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة هامة يقدم خلالها المبعوث في الأقاليم الجنوبية تقريرا عاما. ويوم 31 من هذا الشهر أيضا سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول مآل بعثة الأمم المتحدة بالعلوم. إذا فالتوقيت واضح. المغرب يطلب من فرنسا من الدول الأوروبية أن تخرج من الزوايا الرمادية وأن تتخذ موقفا وهنا يجب أن نذكر ما قاله الخطاب الملكي أن ملف الصحراء هو النظارة التي يرى بها المغرب كل الشراكات الاقتصادية والتجارية. شكرا جزيلا. من الرباط رئيس المرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية الدكتور ميلود بالقاضي. ومن الرباط إلى العواصم الآسيوية، خطوة مالية هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، أثارت نقاشا واسعا منذ إعلان وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن دراسة إصدار سندات موجهة مباشرة إلى السوق الآسيوية، بين من يعتبرها فرصة استراتيجية لتنويع مصادر التمويل ومن يراها بداية لمرحلة جديدة في تموقع المغرب داخل الخارطة المالية الدولية. منذ استعادة المغرب لتصنيف الدرجة الاستثمارية من وكالة ستاندرد أند بورز، بدأت الخزينة المغربية التفكير في أسواق جديدة غير الأوروبية والأمريكية. السوق الآسيوية تحديدا تبدو جذابة بفوائد أقل وقواعد تمويل أكثر مرونة. المغرب ينفذ اليوم مشاريع بنية تحتية غير مسبوقة ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2030، من بينها أكبر ملعب في العالم نواحي الدار البيضاء، وتوسيع شبكة السكك الفائقة السرعة، واستثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة. ومع ارتفاع حجم المشاريع ترتفع الحاجة إلى التمويل. ميزانية 2026 تسمح باقتراض خارجي يصل إلى 60 مليار درهم، لكن المغرب يريد أن يكون الاقتراض ذكيا عبر أسواق متعددة وبشروط أفضل من السابق. في آخر إصدار للسندات الأوروبية، المغرب جمع ملياري يورو وسط طلبات تجاوزت 6 مليارات. هذا الإقبال أثبت أن صورة الاقتصاد المغربي أصبحت أكثر قوة، مما يشجع على دخول أسواق جديدة خصوصا في آسيا. الأسواق الآسيوية
ليست فقط مصدرا للتمويل بل شريكا اقتصاديا ضخما يمكن أن يفتح أمام المغرب بابا لتمويل طويل الأمد وبفوائد أقل. ورغم أن القرار لم يحسم نهائيا إلا أنه مطروح بقوة على طاولة وزارة المالية وقد يصبح واقعا في 2026. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الريد نت. لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلك جديدا.